خامس حاجة لازم تعملها عشان تبطّل إدمان التليفونات، بُص في علم العادات كلّه متّفق اللي أنت كل ما تسهّل العادة كل ما هتعملها أكتر، وكل ما هتصعّبها هتقِل عملها أكتر. ممكن نعمل له فيديو عن العادات مثلًا. المهم دلوقتي إن الكل متّفق إن طول ما الحاجة قدّامك أكيد إيدك هتيجي عليها، وطول ما هي مش في محيط نظرك ممكن ما تعملهاش أو نسبة إن أنت تعملها بتقِل جدًا. زيها زي شُرب المَيّة والأكل، فحاول على قد ما تقدر تصعّب وصولك لصفحات السوشيال ميديا اللي بتسحلك. زي مثلًا إن أنت تمسحهم وتفتحهم من متصفح جوجل، طبعًا زي ما أنت عارف جوجل على التليفون بيبقى عامل إزاي، الحوار هيبقى ممل أوي، فدي في حد ذاتها أساسًا ممكن تخلّيك تكسّل تخش على التطبيق، أو إن أنت مثلًا كل ما تخرج تعمل تسجيل خروج، عشان كل ما تخش تاني لسه تعمل تسجيل دخول تاني وحاجات تانية، فبرضه الحوار بيبقى فيه سِنّة صعوبة، فبرضه هيبقى يقلل عليك، أو مثلًا إن أنت تحطهم في مجلد واحد في آخر صفحة في التليفون، وتسميهم باسم يفكّرك إن التطبيقات دي بتضيّع وقت. زي ما علي محمد علي قال فكرة جامدة الصراحة.